السلام عليكم. مقطع اليوم عبارة عن مراجعة وتجربة لمكعب جان 356 اي 3، وهذا المكعب عبارة عن مكعب يمديك تربطه بتطبيق اسمه كيوب ستيشن، واحسن شيء فيه انك تقدر تتحدى الناس اونلاين، وتقدر تدخل بطولات اونلاين، وتقدر تتحدى نفسك وتكسر ارقامك القياسية. وحتى لو حركت غلط او حليت المكعب بطيء بيقول لك وش الخطأ اللي سويته، ولو حليت المكعب بسرعة بيقول لك وش الشيء اللي بدعت فيه وخلاك تحل المكعب بسرعة. يعني مكعب وفي نفس الوقت مدرب شخصي. اوكي، ونقول بسم الله ونبدا نفتح هذا المكعب. طبعا هذا اول مكعب ذكي اشتريه، وهو من جان 356 اي 3. فنقول بسم الله. اتوقع يكفي. الصراحة الكرتون حيل حلو كالعادة، يجيبوا لك كراتين عادلة يعني ما يجيبوا لك اي كلام. بسم الله. اوكي، اول شيء المكعب نخليه على جنب شوي نشوف ايش معنا زيادة. اوكي، ورقة التعليمات كالعادة اللي لازم كل مرة تجيك من جن، بس اوكي هالمرة شكلها حلو والله، شكلها غير عن ذيك الورقة اللي تعودنا عليها. وعندنا كيسة، هالمرة كيسة لونها اسود، اللي في العادة تجيها كيسة لونها ازرق. وعندنا وش هذا؟ هذا الشاحن. اوكي، المفروض ان ايوه هذا الشاحن. والصراحة حلوة فكرة الشاحن انه يكون كذا، يعني بدل ما تصير بطاريات او انك تفك المكعب من داخل وتغيره. حيل حلوة البطارية ان نظامها تحط المكعب كذا وخلاص. اوكي، وفي كرتون زيادة. وش هذه؟ اوكي، بطاقة. والله الصراحة ما ادري ايش فايدتها بس حلوة. يمكن نظام نسخة المكعب حقك يحطوا لك اياها، اتوقع يعني. اوكي، مساحة الجوال خلصت وقطع التسجيل، فخلنا نكمل بعد ما فضيت شوي مساحة. شوف ايش داخل الكرتون. اوكي، صاير ملغم اشياء. شوف وش ذي اول. اوكي، هذا سبرنج حق اذا احتجنا نغيره. هذه القطعة اتوقع اللي موجودة في نص المكعب اللي يغيروها. اوكي، معنا شواحن حق هذه اتوقع. شوف، ايوه شواحن ركبه هنا المفروض. هنا هذه ورقة ورقة وش بعد. اوكي، الطريقة اللي نشبك فيها المكعب بالجوال، مفك وسكروب صغير عشان نشد البراغي حق المكعب. سبرنجات زيادة. وش هذه؟ ايش فايدة هذه؟ والله فاضي ما فيها شيء. سبرنج ست امتي باج اونلي. يا اخي ليش حاطين امتي باج يا اخي؟ والله ما ادري ايش فايدتها يعني، بس اوكي. يعني كيسه يعني، يلا كيسه امتي باج ما نقول لا. فالحين خلينا نخش على المكعب. اوكي، ونقول بسم الله ونجرب نفتح المكعب. بسم الله. الصراحة المكعب يعتبر جدا ممتاز يعني، وحركته حلوة بالذات كمكعب ذكي. اوكي، حملت التطبيق. تطبيقهم اسمه كيوب ستيشن، حملته وسويت لي فيه حساب. على ما يحمل لا تنسوا تشتركوا في القناة وتدعموني بلايك. اوكي، اشتغل التطبيق. طبعا المكعب يشبك، بس تحرك المكعب على طول يشبك لحاله، بس حركة ويشبك بلوتوث. لو تركزوا على استجابته جدا تعتبر ممتازة. عندنا كومبيتيشن انستيتيوت وتريننج. خلينا نبدا بالانستيتيوت. اوكي. اوه، هنا تعلم. هنا تقدر تقول كوتش هدية ويا المكعب. خلينا نجرب الكيوب كلاس. اوكي، وديك على مقاطع تعلمك المفروض. والاي اي نفس الشيء. لا، الاي اي يعلمك كيف تسوي الوايت كروس والبيس كورنر، يعلمك الخطوات اللي تبي تسويها. مثلا انا بتعلم على توبيالو. اوكي، ايش يبيني اسوي؟ اقلب المكعب زيه. اوكي، بحط لكم الشاشة يسار عشان تشوفوها بشكل اوضح. هنا يعطيك الاحداثيات، الطريقة اللي بيك تحط فيها المكعب. تخلي الاخضر في الواجهة والاصفر فوق، وهذه جهة اليمين. نيكست. اوكي، الحين يقول لك كيف تحلها. اوكي، طبعا يعطيك الحروف ويعطيك اسطورة او الشكل المفروض تسويه. يلو جرين، ترجع مرة ثانية حط هذه جهة اليسار ونكست. اوكي، النظام يعلمك الخوارزميات ويمديك تعلم طريقة المبتدئين او في المحترفين المفروض. خلينا نشوف. اوكي، خلاص ما نبي نتعلم. طبعا يعلمك كل الخطوات او كل ذيل اذا تحتاجهم. خلينا نطلع ونشوف التريننج. هنا يعطيك خبصة المكعب يعني ويقول لك حله. خلينا نجرب. اوكي، هنا يبيك تسوي تعفس المكعب. اوه، اذا غلطت في تعفيسة المكعب يخليك تعيد من البداية. انا الحين خطأت، سويت حركة خطأ فبعيد من البداية. اوكي،
اوكي والحين طلع في المكعب، المفروض انها 15 ثانية قبل تبدأ تحله. 8 seconds. اوكي 3 seconds. اوكي حلو، المفروض انه كذا. طبعا كتايمر يعتبر بعد جدا ممتاز يعني. والله هذه الخوارزمية نسيتها الصراحة، لاني توني حافظ المقطع في الخوارزميات في المقطع اللي راح. اوكي يوقف لحاله، اول ما تخلص الحل يوقف على طول. والله حيل حلوة يعني فكرته، وحيل حلو الحل فيه. طيب خلينا نروح القوائم زيادة. هنا عندنا فورمولا، ايش تسوي هذه؟ خلينا نشوف الفورمولا. اوكي يقول لك باي طريقة انت تحل المكعب، تبي تعلم على خوارزميات جي بي ال ال او ار او يو اكس ولا السيفوب، ولا خلينا نشوف السيفوب بما اني استخدم طريقة السيفوب للحل. هنا يعطيك الخوارزميات اللي تبي تتعلم عليها، تبي خوارزميات الاف 2 ال الاو ال ال. خلينا نشوف هذه مثلا اف 2 ال. اوكي اوكي يحسب لك كم ثانية او كم الوقت اللي تاخذه على ما تسوي الخوارزمية المحطوطة. مثلا هذه نشوف كم اخذ فيها وانا اسويها. اوكي لا، لف ارفع رجع نزل. اوكي والله نايس. المكعب حيل حلو يعني، حق اللي يبي يتعلم يحل المكعب ولا اللي بيحترف يحل المكعب، لانه يعلمك خطوات واجد ويعلمك طرق واجد. طبعا القوائم واجد ولا بيمديني اشرح كل القوائم واستكشف كل القوائم، بس بحاول استكشف القوائم الرئيسية والاساسية. اوكي هنا يبيك تحل المكعب 12 مرة عشان يحسب يشوف تصنيفك، يعني يشوف اذا انت محترف يحطك ضد المحترفين، يشوف اذا انت فاشل يحطك ضدي، والارينا ماتش شوف ايش يسوي. اوكي يبيك تعفس المكعب في البداية. اوكي اوكي الحين 15 ثانية تشوف المكعب. قطع من شحن جوال المقطع معليش اعتذر. انا بطيء والحين ستاند ومايك قدامي فصاير ابطأ بواجد. انا وبناقص بطء يعني، انا بطيء بدون شيء. اوكي وكالعادة يوقف لحاله، وهذا شيء رهيب يعتبر حيل. طبعا يعطينا الاحصائيات، مثلا يقول لي الكروس ظليت فيه 4 ثواني، الاف 2 ال ظليت فيه 15.90، يعني يعتبر جدا سيء ولازم اطور نفسي فيه. الاول ال 8.7، والبي ال جوني خوارزميات ما اعرفها واخذت فيه 10 ثواني. فشيء حيل حلو انه يعطيك النسب، ويعطيك النسب بالالوان هنا عشان تعرف ايش الشيء اللي لازم تطوره او الشيء اللي لازم تتعلم عليه. اوكي فخلينا نجرب ندخل تحدي ضد ناس. كومبيتيشن الرانكينج ماتش المفروض. اوكي نقول بسم الله. واول ما رحت على كومبيتيشن وقلت بدخل ضد ناس، قالوا لي لازم العب 12 جيم عشان يحددوا فيها مستواي، عشان يدخلوا كل شخص مع الناس اللي بنفس مستواه ونفس سرعته. فبديت احل المكعب للمره الاولى والثانيه والخامسه والعاشره الين وصلت للحل رقم 12. متوسط حلي كان 30 ثانيه تقريبا، وتصنفت سيلفر اي في، واللي بصراحه اتوقع انه يعتبر رانك سيء، بس ان شاء الله اتطور مع الوقت وارفع رانكي. توقعت ان السيرفرات بتكون فاضيه وبنتظر وقت طويل بس عشان ادخل جيم، بس الحمد لله طلعت السيرفرات حلوه وما اخذ مني الا 15 ثانيه بس عشان ادخل جيم. الجيم عباره عن بيست اوف 3، او اللي يفوز 2 من 3 هو الفايز في الجيم كله. بدايه كل جيم يعطيك 45 ثانيه عشان تعفس المكعب، ويعطيك حروف وخوارزميات من عنده عشان تعفس فيها المكعب. بعدها يعطيك 15 ثانيه عشان تحفظ الشكل حق المكعب، او انك متى ما وصلت جاهز يمديك تبدا على كيفك، ومن اول ما تبدا بيبدا الوقت يعد وما بيوقف الا اذا خلصت المكعب. خربطنا المكعب واللي ضدي بدا يحل على طول، بس انا انتظرت شوي عشان اطلع في المكعب عدل. حليت المكعب في 22 ثانيه، والصراحه طول اقيوم التصنيف او اقيوم البليسمنت ما قدرت انزل عن 30 ثانيه. وفي الجيم الثاني حليت المكعب في 31 ثانيه، بس انا اللي فزت في الجيم لان جاب العيد زياده، وبكذا انتهى الجيم وفزت عليه 2-0. وبكذا نكون وصلنا لنهاية مقطعنا اليوم ونهاية مراجعتنا. ان شاء الله المقطع نال اعجابكم، لا تنسوا تدعموني بلايك واشتراك، واكتبوا لي في التعليقات عن وش تبي يكون المقطع الجاي، ومع السلامة.